السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. ازاي تكون واثق من نفسك؟ سؤال بيكرر كتير ومهم، عشان كده في الفيديو هعرفك ازاي تكون واثق من نفسك او ازاي تزود ثقتك بنفسك. السؤال بيتكرر كتير جدا وسط الشباب بسبب المقارنات الكتيرة اللي ملهاش لازمة، وبسبب عدم ادراكنا لذاتنا وعوامل تانية كتير. خلينا نقسم الموضوع لكذا نقطة علشان نقدر نلم الموضوع كامل بشكل كويس. مبدئيا كده، هو انا ازاي ممكن اكون شخص واثق من نفسي وانا اصلا مش عارف ايه هي نقاط قوتي وايه هي نقاط ضعفي؟ يعني اللي بيخلي حد واثق من نفسه انك تلاقيه بيعمل حاجة هو شاطر فيها مثلا، او بيأدي حاجة بشكل كويس لانه متمكن منها وبيمارسها كتير جدا، فعشان كده بتقول على الشخص ان هو واثق من نفسه. طب الشخص ازاي يكتسب الثقة دي؟ خليني اقول لك من وجهة نظري المتواضعة ان الشخص اللي عنده ثقة بنفسه هو شخص مدرك تماما لنقاط قوته ونقاط ضعفه، وبيتدرب كتير جدا وكويس جدا على الحاجات اللي بيعملها او الحاجات اللي هو لسه هيعملها. عشان كده لما بتشوفه بيأدي الحاجة بتكون شايفه شخص واثق من نفسه ومش مهزوز. يعني مثلا لو انت مش بتعرف تلعب كورة وانا جيت طلبت منك انك هتقدم لي عرض احترافي جدا بالكرة قدام مجموعة من اللعيبة المحترفين والجامدين جدا في الحاجة دي، الطبيعي وانت بتعمل العرض مش هتكون واثق من نفسك ومش هتعرف تعمله اصلا. طب ليه؟ لانك انت مش بتمارس الحاجة دي ومش متمكن في الحاجة فلما تيجي تقدمها هتقدمها بشكل مش كويس، وهتقدمها وانت مش واثق من نفسك وهتكون مهزوز. يبقى ممكن نلخص اول نقطة في انك تدرك انت قوي في ايه وضعيف في ايه، والحاجة اللي انت قوي فيها تبتدي ان انت تمارسها بشكل اكبر وتبتدي تمارسها كتير علشان تقوي نفسك فيها اكتر وتكتسب ثقة اكبر، والحاجة اللي انت ضعيف فيها وما بتعرفش تعملها تبتدي ان انت تتعلمها، وهكذا. النقطة التانية، لازم تتقبل نفسك وقدراتك. يعني تقول والله أنا قدرتي في الحاجة 1 2 3، واللي أقدر أعمله في الحاجة 1 2 3. بكده أنت حددت إيه اللي أنت تقدر تعمله وعرفت قدراتك وتقبلتها، فبالتالي هتكون واثق من نفسك أصلا وأنت بتعمل الحاجة دي. فما فيش أي حاجة هتنقص منك ما دام أنت حاولت ووصلت لحد معين في حاجة معينة أنت بتعملها، وقدراتك مش هتقدر تعدي الحد فده شيء طبيعي جدا، ده شيء لا ينقص منك أبدا ولا يخلي ثقتك بنفسك تهتز، لانك بمجرد ما تقبلت قدراتك وعرفت امكانياتك هتكون قادر ان انت تحدد الحاجات اللي بتعرف تعملها، وهتكون واثق من نفسك كويس جدا وانت بتأديها، والحاجات اللي انت هتبعد عنها لانك ما بتعرفش تعملها او مش بتأديها بشكل كويس، وتبتدي ان انت تطور من نفسك اكتر علشان تعمل حاجات اكتر وتزود في ثقتك وتزود ثقتك بنفسك. النقطة الثالثة وهي انك ما تخافش من رأي الناس. يعني احيانا الانسان بتهتز ثقته بنفسه بسبب خوفه من رأي الناس فيه وهيقولوا عليه ايه، وبيترجم نظراتهم اللي اوقات كتيرة مش بيكون مقصود منها حاجة الى افلام وخيالات في دماغه، فبتقل ثقته بنفسه اكتر. يعني لو انت مثلا هتطلع تتكلم قدام مجموعة من الناس، فمش من الطبيعي ابدا ان انت تفضل شاغل دماغك وتفكيرك في الكلام اللي هيقولوه عنك وايه رأيهم فيك بعد ما تخلص من قبل ما تقول كلمة واحدة. ولازم تكون عارف ان اراء الناس ما هي الا اراء، فلازم تكون واثق من نفسك وما تخافش من الكلام اللي هيتقالك، وتكون متقبل كل الاراء اللي هتتوجه لك وتاخد منها النقد البناء اللي هيقدمك لقدام، وتبعد دماغك خالص عن النقد السلبي والاراء السلبيه اللي هتاخرك لورا لو انت خدت بيها. ولازم نعرف ان دول بني ادمين زينا زيهم، فما فيش اي داعي ابدا يخلينا ان احنا نخاف او ثقتنا تهتز بنفسنا واحنا قدام اي حد. ونيجي للنقطه الرابعه وهي انك تتقبل فشلك. انت مش سوبرمان ولا سبايدر مان، اكيد هتمر بلحظات اخفاق كتيره، فلو ما كنتش انت مستعد للتعامل مع ده وفضلت تصيح وتجلد في ذاتك وتقول انك شخص فاشل ومش ناجح ومش هتوصل لاي حاجه، وانت بنفسك اللي تفضل تقلل ثقتك بنفسك، فاحب اقول لك ان انت كده تعبان في دماغك. اللي يخليك واثق من نفسك اكتر هو انك تتقبل فشلك وتستخدمه كنقطة انطلاق لنجاحك، لان مفيش انسان بينجح في كل حاجة وجامد في كل حاجة وواثق من نفسه جامد جدا في كل حاجة. فبطل كلام سلبي لنفسك، لان كلامك هو اللي بيفقدك ثقتك في نفسك. فمعرفتك لنقاط قوتك وضعفك وتقبلك لنفسك ولقدراتك وعدم خوفك من آراء الناس وتقبلك لفشلك واستخدامه كنقطة انطلاق لنجاحك، ده كله هيخليك إنسان واثق من نفسك وهيزود ثقتك بنفسك أكتر، ومش هتكون خايف من دخول أي تجربة جديدة، وده هيخليك شخص ناجح وواثق من نفسك وقادر تعمل حاجات أنت ما كنتش تتخيل أصلا إن أنت تقدر تعملها. فلو طبقت الكلام اللي أنا قلته في الفيديو بإذن الله بإذن الله بإذن الله هتكون شخص واثق من نفسك وقادر ان انت تعمل حاجات كتيرة في حياتك. ارجو ان اكون افدتك باي معلومة في الفيديو وانك تكون استفدت بالفيديو يعني ان شاء الله. فلو وصلت لغاية هنا فانا بشكرك جدا جدا على صبرك على الفيديو وما تنساش تعمل شير لاصحابك وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو ده. كان معاكم محمد العشري والسلام عليكم.